السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حالة بتظهر عند الناس كلها، بالأخص الناس اللي بتربي حمام كينج وحمام روماني وحمام نفاخ وحمام نمساوي، تمام، وحمام بخارة، اللي هو نفس الغلطة دي. ركز لي كده في النتاية اللي قاعدة ديت. بص يا باشا، ذكرها جوه اهو وهي اهي. بصوا الخيابة، ده جزء أول شغله كينج. بصوا السلك اهو، هنرفعها بيضالي فين اهي. بصوا فتحه حجرها اهي كده، يا فتحه اسمها فتحه حجرها، بيضالي على السلك وقاعده على البيضه. اول بيضه طبعا دي خايبه وغشيمه. طب الصح نعمل ايه؟ بالراحه كده، جمد قلبك وما تخافش. سواء الطيره بتربي انت على السايب وهي بيضه جنب الطاجن في الارض، او جنب البياضه في الارض، تمام، او جوه عيون سلك، تمام، وهي بيضه على السلك وسايبه طاجن البيض، مع انه في تحديق اهو. هنروح ماسكين النتايه كده بالراحه كده اهو، بالراحه، تمام، نرجعها لورا، نمسك البيضه نحطها في البياضه بالراحه خالص اهو، تمام، ونجيب نزود تحديق، نزود تحديق اهو، تمام يا باشا اهو. زودنا تحديق، مسكنا ايه الليله هيت، حطيناها لها هنا اهي، تمام اهو. دخلنا لها الطاجن جوه، والبيضه هي تلقائي هتشوف البيضه جوه الطاجن تطلع تقعد عليها، وهنشوف ده مع بعض دلوقتي، تمام. الحمام ايه الانواع اللي انا ذكرتها دي؟ احنا بنسميها انواع غشيمه. اسمها ايه يا جماعه؟ انواع غشيمه، تمام. بتبيض البيض على السلك والبيض بيتكسر، او تبيضه جنب البياضه في الارض وتدوس عليه تكسره، او تقعد عليه تكسره. فاحنا بنحط لها تحتيه عشان تاخده في حجرها وتدفيه. بصوا شويه وهتطلع دلوقتي عليها. نكمل الفيديو مع بعضينا عشان نشوفوا تطلع تقعد على البيضه دلوقتي، تمام. اهو يا جماعه الاثنين راحوا اتذكروا ان راحوا وقفوا على الطاجن اهو، الطاجن اللي فيه البيض، واخدين بالكم اهو، تمام. خلاص هي كده هتحن للبيضه لان هي تتحرك، ماشي. بصوا بتفتح حجرها اهي، تفتحها اهو، هي بتتحرك. هي البيضه موجوده فين؟ هي عاوزه البيضه بس. بصوا هتاخدها خلاص في حجرها، وبناء على ذلك اول ما هتجمع الحصوايه الثانيه هتبيضها جنب البيضه الاولانيه، تمام كده يا جماعه. ده جوز كينج ابيض طبعا، فدي مشاكل الحمام الكينج. لكن في حمام واعي، يعني عندي حمام كينج واعي. انت بقى عاوز تحضن، او ما تبيض البيضه الثانيه خدهم وحضنهم، تمام. طيب في ناس بتقول لي يا ابو هاجر البيض عندي بيتكسر. لو انت بتربي في سلكات وبيحصل عندك الحوار ده باستمرار والبيض بيتكسر، هتجيب كرتونه تفرشها هنا في الارضيه، كرتونه وتفرشها هنا فين؟ في الارضيه، بحيث ان هي لما تيجي تبيض حتى لو بيضت على السلك تروح ايه؟ بيضه على الكرتونه، البيضه ما تتكسرش، تمام يا جماعه. فناخد بالنا قوي. الانواع اللي انا ذكرتها دي بتبقى غشيمه في ان هي بتبيض، وهي بتبيض غشيمه، بس هي حنينه بزياده، يعني ممكن من حنيتها تكسر البيض، تمام كده يا جماعه. فالله يكرمكم، جو الحمام لازم يكون مركز مع الباب اللي هو بيفرخه، ويعرف فين مميزاته وعيوبه. مفيش باب حمام كامل، مفيش نوع حمام كامل. اي نوع حمام انت بتربيه ليه ايجابيات وليه سلبيات، بس الشطاره بتاعت الغاوي انه يقدر يحدد. بصوا الذكر اهو عمال يوجهها، يقول لها البيضه اهي تعالي، وبياخد البيضه بمنقاره، واخدين بالكم يا جماعه. فالناس تركز وتبقى مصحصح كده مع الحمام. مفيش حاجه اسمها رب الحمام كده واسيبه هو منه لنفسه، مفيش كده خالص الحمام. وده كان فيديو النهارده. لو انت بتشوفنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، ما تنساش تعمل متابعه وتعمل مشاركه للفيديو عشان الكل يستفاد. لو انت بتشوفنا على قناتنا الجديده على اليوتيوب، القناه الثانيه لاحمد ابو هاجر البديله، ما تنساش تعمل اشتراك وتعلق باي تعليق تؤجر عليه وتاخد عليه اجر. شاركنا في التعليقات يعني. شكرا جدا على حسن المتابعه والمشاهده. كان معاكم اخوكم في الله احمد ابو هاجر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادي اهو جوز كينج يا جماعه تاني اهوت، برضه بحاطط اول حصوايه، بس الطيره هنا واعيه. بصوا اهي، هي هنا واعيه. اول حصوايه جابتها فين؟ جابتها في الطاجن. كل جوز وحسب مستوى ذكائه يا جماعه، ها؟ فما نعتبش على الحمام، ده طائر لا يعقل. وشكرا جدا على حسن المتابعه. السلام عليكم.